فهو مش هيجي يعلن عن نفسه ويقول لك على فكره انا معارض للمشروع، ولكن هتلاقي في ادائه، هتلاقي في نقاشاته، هتلاقي في سلوكياته، هتلاقي في ردود افعاله، هتلاقي في المعلومات اللي انت بتجمعها، المعلومات الاستخباراتيه اللي اتكلمنا عنها. اهلا بيكم. رابع اسبكت بنتكلم عنه علشان نقدر نفهم الستيك هولدرز، وبالتالي نقدر نشوف هنتعامل معاهم ازاي وهيتعاملوا معانا ازاي. ورابع واحد هو الاتيتيود. ببص على الاتيتيود بتاع الشخص دوت. والاتيتيود برضه تعالوا نبسط الدنيا بيننا وبين بعضنا. الاتيتيود ممكن نصنفه بطريقه بسيطه جدا. الشخص دوت سبورتيف ولا ريزيستنت للمشروع بتاعنا. يعني ايه الكلام دون؟ يعني هل الشخصيه دي داعمه للمشروع، بتساند المشروع؟ طب وده هيحصل امتى ويحصل ازاي؟ هيحصل امتى؟ ببساطه شديده لما يكون اهداف المشروع ونتائج المشروع بتحقق فايده ليه هو شخصيا. هو شايف ان في تناسق ما بين الاحتياجاته واهتماماته وآراءه وهو إلى آخره مع اللي طالع من المشروع، وبالتالي هيدعم المشروع، هيسابورت المشروع، هيقف جنب المشروع. لو احنا واتزنقنا في أي حاجة ورحنا له ولا يهمكم أنا معاكم، تعالوا نشوف هنخلص الموضوع ده إزاي. بيسابورت المشروع بتاعنا. ولكن هل كل الناس كده؟ لا طبعا. هتلاقي ستيك هولدرز حواليك، هتلاقي ستيك هولدرز موجودين معاك في ريزيستنس تجاه المشروع او نتائج المشروع. هو بيقاوم المشروع او بيقاوم ظهور او الوصول لنتائج المشروع بتاعنا. الكلام ده ليه؟ لان في conflict of interest، في تضارب مصالح ما بينه وما بين المشروع. هو من وجهة نظره، هو رؤيته، هو اعتقاده ان المشروع دون لو اتوجد هيأذيه او هيضيع عليه حاجة او هيقلل فرصه او ايا كان. في الاخر اللي هيحصل ان هيعارض المشروع بتاعنا، هيحاول يشنكلنا، هيحاول يوقف الدنيا، هيحاول يدور على اي حاجة تخلي المشروع ما يتحركش من مكانه، او يا سلام كمان لو قدر يرجعه لورا. اقرا الناس اللي حواليك، شوف مين فيهم بيسابورت المشروع بتاعك، شوف مين فيهم بيريزست المشروع بتاعك. الكلام ده سهل؟ لا يا جماعه، الكلام ده مش سهل لسبب بسيط، ان هتلاقي الكلام دوت جوه البشر اللي مالهمش كتالوج. فهو مش هيجي يعلن عن نفسه ويقول لك على فكره انا معارض للمشروع، ولكن هتلاقي في ادائه، هتلاقي في نقاشاته، هتلاقي في سلوكياته، هتلاقي في ردود افعاله، هتلاقي في المعلومات اللي انت بتجمعها، المعلومات الاستخباراتيه اللي اتكلمنا عنها اللي بتجمعها على الستيك هولدرز، الحاجات اللي بتبين لك قد ايه الستيك هولدر دون بيدعم المشروع وبيسانده ولا بيعارض المشروع وعايز يشنكله.